السلام عليكم. معكم فاتي بيت المخبوزات مع مملحة ديال رمضان اولا شكيلات ديال الرغيفات اللي هما في الفران كيجيو معمرين، ولها الفطائر اللي حبيتو سميوهم، ولكن هادو رغيفات كيجيو مقرمشين غزلان لذاذين، الحشوه مزيونه بزاف. شكيل حتى هو مزيون غزال كيجي مزيون بزاف، تبدلوا فيه في المائده ديال الافطار ديال رمضان ديالكم. الله يدخلوا علينا لا فاقدين لا مفقودين، مبروك عواشركم، يدخل عليكم بالصحه والهنا وباش ما تمنيتوا. ان شاء الله غادي تجربوهم ويعجبوكم بحال دايما. نتمنى ان شاء الله ما نغيبش عليكم بحال دايما. الغيبات طويله. دعوا معايا الله ييسر ان شاء الله يا ربي وما نغيبش عليكم، ونحط لكم شي حاجات مزيونين بحال هادو. نشوفوا الطريقه والمقادير مع بعضياتنا. بالنسبه للمقادير عندي هنايا زلافه ديال الفينو، اي زلافه كانت عندكم نتوما عملوهم. جوج زلايف ديال الطحين، انا عبرت لكم اليوم بزلايف باش ما بالكاس العينيبه ما بالغرامات، باش كيجيكم داكشي ساهل على حسب العدد الافراد في الاسره ديالكم. هنا عندنا معلقه كبيره ديال الخميره ديال الحلويات، معلقه صغيره ديال الملح اولا على حسب الذوق ديالكم، معلقه كبيره ونص اولا حتى لجوج المعالق ديال السكر. انا عملت معلقه هيداك متوسطه، وجوج معالق ديال الخل. انا قلت لكم الخل لاش كنحتاجو الخل باش كيقرمش لنا العجينه، كيجيب لنا العجينه فتيه، باش ملي كنعطو في ديك هذا الفطائر ديالنا ولا الرغيفات ديالنا كيجيو كيذوبوا في الدقوم، ما كيجيوش قاصحين، كتجيو فيهم ديك التقرميشه وفي نفس الوقت ديك الهشوشيه. هنا غنضيفوا الماء اللي هو دابا البرد شويه، غنعملوا الماء دافي وغنجمعوا به العجينه، ونبقاو نجمعوا غير بيدنا هيدا. ونقول لكم العجينه كتجي شابره في راسها، قابطه في راسها، يعني ماشي شي عجينه اللي هي كتكون مرخوفه. الخل كيساعدنا باش المده ديال القرمشه كطول في ديك الرغيفات، واذا احتفظنا بهم مجمد ولا شي حاجه ما كيعملوا لنا شي مذاق اللي هو غير مستحب، وكيخلي لنا شي حاجه اللي هي فتيه الوقت كامل، ما كيغير لنا شي الطعم ديال العجين. وفي نفس الوقت انا قلت لكم التقرميشه والهشوشيه اللي كتكون في هذا في ديك الرغيفات. هنا العجينه ديالي شفتوها شابره في راسها، ماشي مرخوفه بزاف، غنقطع القطع. حبيتو تعملوهم صغارين على ديالي عملوهم صغارين، انا عملتهم تقريبا فيهم واحد 40 غرام. المهم نتوما بغيتو تنقصوا نقصوا على حسب، بلا ما تكلتو يعني تقيسوا ولا شي حاجه بحال هكاك، عينكم ميزانكم، وعلى حسب عدد الافراد غتزيدوا الطحين والفينو. المره اللي فاتت قلت لكم فينو ماشي مهم انكم اذا ما عندكم شي فينو تعملوا، راه ماشي ضروري يكون عندكم فينو. بغيتوا تعملوا الفينو عملوه، ما بغيتوش تعملوه ما تعملوش. كنضيفوا الفينو، كيزيد الفينو عنده واحد الدوريه بالحق، ماشي ضروري انكم تعملوه باش يخرج لكم مقرمشين ولا شي حاجه. هنا كنكور القطعه ديالي هيدا بلا زيت. انتما كتشوفوني دائما انا ما كنجيفش العجينه بالزيت، كنعمل هيدا باش ما كيدخلوش فيها الزيت، وكتنطح لي دغيا دغيا كتفتخ معايا وكتبقى تطلق، ما كنخليهاش واحد المده اللي هي طويله. صافي انا غنعمل هاد الكريات هادوما غادي نكورهم كاملين بهم، ونشبر واحد الصينيه اللي هي مدهونه، وغنصفف فيها القطع ديالي. بغيتو تجيفوهم نتوما بهيدا كما كتعملوا دائما عادي، نتوما كتعرفوا. اللي بغى الطريقه ديالي يعمل الطريقه ديالي. عندها الصينيه بالزيت، وصافي غنصفف القطع ديالي، ومن بعد نعمل لهم واحد الفيلم اليمونتير باش ينطاعوا دغيا ويترخفوا دغيا، ونمشي نوجد الحشوه ديالي. الحشوه اللي كتجي مزيونه بزاف. عندكم تساؤلات بالنسبه للمره اللي فاتت؟ قلت لكم النوع ديال الزبده اللي كنستعمل، انا وريتها لكم في وسط الفيديو. تعالى كيجيوني كيقولوا لي قلنا نوع الزبده، ما قلتيش نوع الزبده انا قلتها في وسط الفيديو. اذا انا غنفيدكم بشي حاجه نتوما عاد تفيدوني بالمشاهدات، غتشوفوا الفيديو شنو فيه والزبده اللي نوع الزبده اللي فيه. بالحق انا عم كنقول لكم لتحت غادي يعني ديك المشاهده اللي انا كنفتش عليها ما كايناش. يعني الانسان كنتبادلوا المصالح هنايا. انا كنحط لكم الوصفه ناجحه 100%، وانتم كتساعدوني بالمشاهده. بحال بقات تسقسيوني في التعليق وانا وريتها في الفيديو. هنا عندي جوج البصلات، جوج ديال البصلات كبارين مشلدين. هنا عندي بصله عروسه مع البوارو،
وهنا عندي الجعده 4 ديال الجعدات. انا نعاود لكم المقادير. وهنايا عندي فلفله وحده حمراء مطقطقه، 4 كيلو ديال الكفته، اولا تقريبا هو هذاك 250 بركه، اولا حتى 300. ممكن تعملوا لا دند، ممكن تعملوا الصدر ديال الدجاج، ماشي مشكل. هنايا هذا كيعطيه واحد المذاق مزيون وكيبدل الطعم ديال هذه الحشوه. هو الشامبينيون اللي هو واخا معلب كتقليوه حتى كيتكراميليزا، كيجي فيه واحد المذاق مزيون. والفلفل الحمر اللي قلت لكم عليه، فلفل احمر مدخن او لا عادي. هنا غتعملوا هذا هما العطريه فيمي حمراء وحاره. هنايا كتجي مزيونه بزاف. ممكن تعوضوها بالعطريه مكسيكيه، وانا نوريكم باش تعوضوها. المره اللي فاتت قلت لكم كاينه واحد الساشيات بالنسبه للناس اللي في اسبانيا والناس اللي في الشمال. هنايا العطريه ديال البوريتوس هي موجوده بحال هذه، هي نوريها لكم بحال هيدا. ولكن بالنسبه للناس اللي هما في الجنوب ولا شي حاجه، كاينه في مرجان، كاينه في بزاف ديال اسيمه ساشيات ديال واحد العطريه ديال بحال الطاكوس بحال هادو. هنا عندنا الملح والابزار، وعندي هنايا لا موطارد. لا موطارد اختياري، يعملوا اي صلصه حبيتو، بحق هذه كتجي معاها لا موطارد. ولا عملتوا لا موطارد اخرى اللي هي حبيبات ديال الونسيان، عملوها. هنا الزيت العود غنعمل فيها 2 بصلات كبارين مشلدين، يعني عين مطقطقين هيدا. وغنعمل معاهم البوارو، واحد 3 البواروات كبارين و4 ديال البصله عروسه. غنشبر هادو هما، غنشحرهم نخليهم غير يدبالوا لي. ما عملتش معاهم ديك شوفوا كيفاش حتى نخليهم يدبالوا. عاد كنعمل الفلفله وجاده هي خيزو، باش ما يدبالوا لي شي ماره. وديك الخضره كتقتل، كتبقى مزيونه هيدا في الدقوم، كتحسوا بها وكتولي مزيونه ولذيذه حتى مع ديك المقادير اللي غنعملوا معاها. ومن بعد غنضيف العطريه. هنايا كنحرك ونضيف العطريه، عاد كنبدا نشحرهم. نعمل العطريه كامله. هاد العطريه فيمي اللي هي كاينه حمراء وكاينه بيضاء. وممكن تبدلوه بالعطريات ديال الطاكوس ولا ديال، المهم كيبقى لكم اختيار نتوما. ولكن هادو هما راه موجودين بزاف. فلفل احمر انا كنعمل بالزايد، كتعجبني فلفل احمر مدخن، كتجي مزيونه بزاف. ومهم كنزيد لها شويه المليحه. نتوما كتحركوا هنايا وكتعملوها فوق العافيه حتى كتبدا تدبل، باش ما خصنيش نضيف لها دابا كفته وتعصد لي اولا تولي قاصحه. ديك الكفته ما كتكونش مزيانه في الحشوات. ملي كنبقاو نطيبوها ونعاودو صافي، هنا شحرت كلشي. غنشبر عاد نضيف لها الكفته، باش الكفته غير غنماعزها هنايا ندهسها وعاد نحطها فوق العافيه. ما غادي غير شويه وصافي، ما عاد طلق ليما، ما عاد طلق حتى شي حاجه، وعاد تبقى رطيبه هيداك. وعاد تزيد في الطياب اللي غنطيبوها على في ديك الرغيفات. هنا غادي نحرك دابا صافي. هنايا ما تزيدوش، ما تهديوهاش بزاف. قلت لكم ما تعصدوهاش بزاف عليها. انا ما عملتهاش من الاول في هذا فوق العافيه. عاد هذا بما انه طايب الشامبينيون كاريميليزيوه، يعني حمصوه مزيان فوق المقله. هنا ضفت واحد شويه صافي. انتم شفتوا هي كميشه ديال الشعريه ديال الروز، كتعطي واحد الكميه وفي نفس الوقت كتجي مزيونه اذا ما بغيتوش شي الخضره بوحدها. وضفت مستاسه هذيك لا موطارد. وضفت هنايا موتزاريلا شويه، واحد الكميشه د الموتزاريلا. حبيتو تعملوا جبن مثلثات ولا هذيك جبن اللي هو كريمي، كيجي مزيون وكتزيد تعطي له التعليكه. الصراحه كيجي احسن اذا حبيتو تعملوا. صافي كنخلي الحشوه ديالي تبرد هنايا، وكنمشي نعدل العجينه ديالي. كتكون اطلقت لي وانطعت لي. عندي الزيت وعندي زبده مذوبه. الزبده انا قلت لكم الزبده اللي كنستعمل، انا كنستعمل الزبده ايديال اللي هي هذه ديال الصفراء. وملي ما كنجبرهاش كنعمل ماماتي. يعني هادو بجوج بيهم الصراحه كيجيو مزيونين، ما كيجيوش بحال الاخرين، كيجيو بحال الشحم. ما هذه الاخرين ما كيعجبونيش، كيجيو بحال الشحمه. هادو هما لا. صافي كنطلق العجينه ديالي، نزول هادو قدامي هنا باش يعطوني اتساع. وغنبقى نطلق غير بالزيت. الزيت ما كتعملوش بزاف، يعني غير كدهنوا يدكم وكتبقاو تسحبوا العجينه ديالكم معاكم صافي بحال هيدا. ومن بعد كنضيفوا شويه الزبده. نتوما عاد شوفوني الزبده الكميه اللي غنعمل، كيجيو ناشفين وما كيجيو مقرمشين ولذاذين. وديك الخل اللي عملنا فيهم كيجي مزيون، كيخليهم طريين وفتيين ومقرمشين في نفس الوقت. والزبده كتزيد له مقرمش. هاد العوامل كامله كتساعدوا. انا كنشرح ونعاود ونرجع نقول نهضر بزاف حيت خصني نشرح مزيان.
حيتاش المتتبعات اللي عندي كيعرفوني مزيان واللي عاد دخلوا، كاينه وحدين اللي عاد خصهم يتعلموا وكاينه اللي كيدخل غير باش يقول لك انت فيك الهضره بزاف وصافي. المهم كنكمل العجينه ديالي هيدا كنعمل بحال الرغيفات عاديين، هيدا الرغيفات اللي هما كنعرفوهم كنربعوهم. المهم كنعملوا بيناتهم الزبده، شفتوني ما عملتش الزبده بزاف، بحال هيدا كطلقوهم حيت انا ما كاملاش شي 10 دقائق دائما هيدا، ما كنخليهمش يتنطعوا بزاف، كنبدا نطلق فيهم عليها ما تعطلوا معايا باش تطلقوا لي. ولكن العجينه هيدا الخل حاجه اخرى، معلومه اخرى، الخل ما كيخليش العجينه تقطع. انتما كتشوف باقا ما نطعتش وما تقطعتش العجينه معايا. صافي كنرجع نعمل الزبده بيناتهم وكنشد. صافي هنا ما نزيدش نطول عليكم، كناخذ الاولانيه اللي هي نطاعت ولا هي ترخفت كنبدا نبسط فيها. ما تبسطوش فيها مره اكثر في القنات وصافي. انا حليتها في الاول، غنحل لكم في التالي باش تشوفوا راه ما كتجيش معجنه بزاف. صافي هنايا غنطلق هذه ديالي العجينه ديالي ونجيب واحد الزليفه ولا شي ساق ولا شي حاجه باش تجيني مدوره ومزيونه. هيدا نحط هنايا جبينه، حبيتو تعملوها عملوها، ما حبيتوش تعملوا ما تعملوش، وعملوا اي جبن اخر نتوما عندكم موجود في الدار. انا نعمل الحشوه تما في الوسط ديال الرغيفه ديالي. انا كيعجبني نعمل رغيفات بزاف ونعمل مشكلين، وبلا الناس اللي ما عندهمش كيفاش يعملوا يشريوا الورقه ولا شي حاجه بحال هكا كيبدلوا بها وكيبقى كتكون عندهم نفس النتيجه تقريبا. صافي هنا غنشدهم راه ما كيجيوش معجنين من تحت نهائيا. انا غنحل لكم في الاخر وتشوفوهم. صافي هنايا كنشدو وكنضغطوا عليها ونقلبوا ديك الزليفه ونخرجوا القطعه ديالنا. هي هذه كتجي بومبي مزيونه. هيدا بغيتو حبيتو ضربوا عليها شويه، غير شويه وصافي، وعدلوها وتحفوها باش تكون مزيونه ومتحفه. هيدا ملي تحطوها في الطبيصلات ديالكم هيدا فوق مائده الافطار. صافي نعاود لكم وحده اخرى صافي باش ما نطولش عليكم اكثر. انا كنطلق عليها هيدا راه دغيا كتنطع معايا. ديك الخل كيخلي العجينه مزيونه ورديتها في يدكم ودغيا كتسدلك لكم، ما كتلقاوش معاها مشكل. دائما كتسقسوني شنو هو الدور ديال الخل. دائما كنقول لكم وكتبقاو تسقسيوني لان الناس كيكونوا جدادين وكيعمل حقهم انهم يسقسيو، وانا الواجب عليا جاوب على كل شيء. قالوا لي كيفاش كتحافظ عليهم في المجمد؟ نشروا هذا هنايا. انا قلت لكم في الفيديو اللي فات وفيديو اخر دائما في شي تعليق كنجاوب في شي تعليق عليها، ما كنرجعش نجاوب على التعاليق اخرين حيت نفس السؤال كيتكرر. وقلت لكم كيفاش تعملوا لهم، راه ممكن تعملوهم حتى هما باقي ما طابوشي. صافي هنا كنغلق القطعه ديالي. سمحوا لي الصوت ديالي شويه حيت انا مبحبحه ومريطه شويه بالرواح مروضه عليها كنهضر على من اخري، سمحوا لي. صافي لا غنشد القطعه ديالي وبالنسبه للتزيين اللي فوق منا اللي بغيتو زينوها، بغيتو ما تزينوهاش خليوها هيدا. نتوما يعني لكم الاختيار. انا غير حبيت طلقت واحد القطعه بلا ما عملت فيها الزيت وقطعتها شرائط هيدا وزينتها. بقيت كنشبر وحده وكندور عليها قبل ما نعمل فوق منها بيضات، بقيت كندورها هيدا على ديك الشريط على ديك القطعه هيداك باش يجي غير مختلفه. دائما نحطوا نفس الشكل كيجي مختلفين شويه، ممكن تذوقوا بزاف ديال الحاجات ماشي غير هيدا وصافي، ويبقى لكم الحاجات ديالكم اللي كتعاوم متميزين. صافي غنرجع ندور على هذيك الشريط هيدا داير ما يدور، هيدا داير كله بيناتو الفراغات وصافي، وكنتحفه ونعدلها بحال هيدا. صافي ونحطوه في واحد الصينيه. شفتوا كيفاش كيجي المنظر ديالهم؟ نحطهم في الصينيه. عملت لها ورقه ديال الزبده ولا ورقه الفران وكنصفهم فوق منهم. غنشبر ديك الساعات واحد صفار د البيضه اولا جوج صفار البيضات حيت انا عندي كميه كبيره. عندي فلوم الصوجه ولا ممكن في الحمر وغدهنوا بيهم. الفران هنا كيكون عندكم ملي كتبداو تشكلوا فران كيكون عندكم مشعول سخون بزاف بزاف بزاف. خليهم مزيان يسخن. من بعد ملي كندهنوهم ونساليهم كنشبروا كنحطوهم واحد 5 دقائق في الفران اللي هو مسخن من الفوق ومن التحت على درجه عاليه. كتشوفوهم بداو كيتشمعوا قبل ما يتحمروا كيبقاو يتنفخوا. هذا عاد ديك الساعات دابا هنايا نعمل لهم الزيتون ومن بعد نشكهم باش ما كيتنفخوليش.
بزاف في الفران وكيتخسر شي الشكل ديالهم. ديك الساعه نحطهم في الفران، نقص درجه الحراره 180 اولا 200، هيداك 180 بركه عليكم باش تقدروا تتحكموا فيهم. هنا كنتشكهم كنتقبهم باش ما يتخسر لي شي المنظر ديالهم في الفران، كيبقاو هيداك متاحفين. بعد كنشعل عليهم غير من التحت، نخليهم يتحمروا على خاطرهم تيتقرمشوا من التحت، عاد نحمرهم من الفوق بشويه عليهم وصبروا معاهم. كتجي فيهم ديك التقرميشه اللوين مزيون مزنق مزيون محمر. شوفوا على مني دار فيهم شحال مزيونين بزاف. يعني كنتمنى يعجبوكم كما عجبوني انا وعجبوا العائله ديالي، وتجربوهم وقولي الراي ديالكم نتوما. عمروهم باش ما حبيتوا. انا كنعطيكم غير اقتراحات هما كيفاش كيجيو مقرمشين، والمده القرمشه كتبقى بزاف، يعني يبقاوكم حتى لغدا هما مقرمشين. حافظوا عليهم في المجمد طيبين اولا ماشي طيبين، واخا يكون هيدا كيبقاو مزيونين بزاف. غير اذا كنتو عتخليهم في المجمد ماشي طيبين، خاصكم لابد تحشيوهم في الفران مباشره كيف تخرجوهم من المجمد. وهيدا نتوما عملوهم بلاستيكات بيناتهم وهما في وسط شي علبه وصافي. شكرا لكم، الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه. عواشكم مبروكه، تدخل لكم بالصحه والهنا وباش ما تمنيتو.